السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض كفتة الحيتي في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم وتقدري تقدميها في العزومات بتاعتك. سهلة جدا وبتعمل كمية حلوة، عمرها ما تكش منك، ولو شويتيها على ستيخ عمرها ما تفك منك. بس قبل ما نبتدوا الفيديو، لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، ومتنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. تعالوا مع بعض نشوفوا حضرتها ازاي ومقاديرها ايه. اول حاجه في المقادير معايا كيلو الا ربع لحمه. لازم يبقى فيها نسبه دهون، يعني لو هي مثلا نص كيلو، ممكن تحطوا تمن كيلو، يعني تمن كيلو عليها بتدوى الابيض، او ممكن ربع كيلو كمان. يعني لازم يبقى فيها نسبه دهون حوالي 20%. تمام. دلوقتي بقى معايا بصلتين مبشورين او مضروبين في الكبه ناعم جدا، انا ضربهم في الكبه مش بشرهم. ومعايا بقدونس، ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه لا. ومعايا معلقتين نشا، وهم دول اللي هيمسكوا لي الكفته بتاعتي وعمرها ما تفك منك ابدا. ومعايا كمان معلقه صغيره بيكنج باودر. دلوقتي بقى هنعمله اول حاجه في الكفته، ايه اول خطوه فيها؟ يعني ان انا هصفي البصل دوا. ازاي؟ هجيب مصفى صغيره وهحط عليه يعني الملح بتاعه عشان ينزل اكبر نسبه ميه جواه، وهبتدي ان انا اصفيه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بس الملح الاول، وبتصفيه بقى كده بمعلقه، تقعدي تصفي فيه لحد ما الميه بتاعته تنزل كلها. ووصفة الكفتة دي تحفة جدا على فكرة في العزومات أكتر حاجة كمان، لأن هي يعني بتبقى منجزة يعني. بص بقى، يعني المصفى دي طبعا كانت صغيرة، فجبت مامتها بقى فاشتغلت بيها، بقول لكم ان دي صغيرة، فجبت مامتها عشان تنجزني. ورحت جاية عصراه كله كده ومنزله كل الميه اللي جواه. طبعا الميه دي هنحتاجوها، فهقول لكم في وقتها هنعمله بيها ايه. دلوقتي هنخلوها على جنب، وهشتغل في بقية المكونات اللي معايا. هنزل بقى البصل اللي معايا ده، اللي هو التفل بتاعه او اللي انا عصرته يعني. هنزله على اللحمة، وهخلي البقدونس ده اخر حاجة خالص، وهنزل بقية المكونات عادي اللي هي النشا والبيكنج باودر. وهقول لكم على التوابل. وملحوظة بس، انا الدهون اللي انا حطاها دي انا حطيتها كانت عندي اللي هي الضاني، عشان ما يعني اللحمة كان نسبة الدهون فيها قليلة. دلوقتي بقى البهارات بتاعتي خفيفة جدا. انا حطيت فلفل اسود، يعني معلقة حلوة كده كبيرة، ودي نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة. وممكن كمان تستغنوا عن اي حاجة وتحطوا ملح وفلفل بس، هي الكفتة ما بتحبش البهارات الكتير. طبعا الملح. ودي بهارات كفتة اللي هي الجاهزة، انا حطيت منها معلقة صغيرة. يعني البهارات انا حاطة حاجات صغيرة خالص، لكن الملح والفلفل هما اللي مكترة فيهم. دلوقتي بقى هعجن كل الكلام ده في بعضه، اللحمة مع اللية او الدهون يعني. وممكن وانتوا بتشتروها كمان، يعني انتوا تقولوا الراجل يفرمها لكم معاها، بس انا يعني ما جبتها ما كانتش عاملة حسابي ان انا هعملها كفتة. فحطيت من عندي. اهم حاجة بقى دلوقتي بعد ما عجننا كويس جدا، تعجنيها قوي قوي، يعني تعجنيها عجن اكنك بتعجني عجينة عادية لأي معجنات دقيق، يعني فاهمين؟ دلوقتي عجنتها، ويعني انا ايه كان لسه المفروض تتعجن تاني، فانا هعمل خطوة زي كده. خدت حتة منها ضربتها في الكبة. تقدر ان انت تعمليها كده، يا اما تكملي عجني فيها لحد ما تديكي. شايفين التشعيرة دي اللي هي ناعمة قوي وبتلزق كده؟ هي دي اللي احنا طالبينها في الكفتة. تعجنيها جامد قوي، الكفتة دي لازم تتعجن كده. انا يعني استغنيت عن ان انا اعجن ياما، وطبعا ضربتها في الكبة حتة منها. ودلوقتي بقى هخلط الاتنين مع بعض مع البقدونس، وكده خلاص هتبقى جاهزة معايا. زي ما انتوا شايفين عمالة اعجن فيها واخلط في بعض وكده، عشان كل الكفتة اللي هي ضربت في الكبة، واللي انا عجنتها على ايديا، كلها تختلط في بعض وتتجانس وتبقى خليط واحد كده، تديني مطة كده حلوة وتعمل هوريها لكم دلوقتي زي شعيرات كده بتطلع منها، او خيوط كده من اللحمة. هو ده النتيجة اللي احنا عايزينها في الكفتة دي.
بصوا يعني عشان الامانه، هي دي طبعا بتبقى طعمها جامد جدا وكل حاجه، زي شايفين ده اللي انا بقول لكم عليه، الخيوط اللي بتخرج كده اهي، دي كده تبقى مظبوطه. بصوا عشان الامانه، مش دي اللي احنا بنروح نشتراها من عند الراجل، هي دي كفته طعمها حلو في البيت، انت بتعملها في الفرن. لكن هعمل لكم وصفه فعلا بتبقى احسن من عند الراجل، هنزلها لكم قريب جدا، ومش هنحتاج فرن ولا هنحتاج شوايه ولا هنحتاج اي حاجه. بس تابعوا القناه واشتركوا فيها، وان شاء الله هنزلها لكم في اقرب وقت باذن الله. دلوقتي بقى انا قبل ما ارصها بدخلها كده ايه في الصينيه، بس قبل ما بحطها في الصينيه بحط تحتها ايه حلقات من البصل والبطاطس والطماطم، فلفل الوان، الحاجات دي بتبقى طعمها تحفه جدا. لو انتي عاملين رز جنبها او حاجة بتتاكل جنبه وتبقى طعمها تحفة. كل البهريس اللي هي بتاعت او العصارة بتاعت الكفتة بتنزل على الخضار ده، بتخليه طعمه جامد جدا يعني. دلوقتي بقى مية البصل اللي احنا شلناها على جنب هجيبها بقى، حطيت عليها معلقة صلصة صغيرة ومعلقة زيت صغيرة وملح وفلفل، وهقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. عشان ده بقى كده ايه هستعمله وانا بصبع الكفتة، وكمان هدهن بيه الكفتة قبل ما تدخل الفرن، وهقول لكم كمان هنعمل بيه ايه تاني. خليكم معايا وكملوا الفيديو عشان هتستفادوا منه ان شاء الله، ولو استفدتوا منه يا ريت تحطوا اللايك. دلوقتي بقى بصوا البتاعه اللي انا ماسكاها في ايدي السودا دي كنت كسراها من الشماعة اللي هي الرشاقة بتاعت الهدوم. دي كانت تخينة شوية وكانت عجباني، يعني قلت فكرت يعني جات الفكرة ان انا اعمل عليها كفتة. فلو انتوا عندكم اي حاجة زي كده، مش لازم يعني رشاقة او شماعة دي او اي حاجة، لو ما عندكيش اي حاجة من العصاية زي كده، هاتي خليتين بتوع الشيش تاووك حطيهم في بعض او ثلاثة وصبيه عليهم، او ايد المعلقة زي ما قلت لكم في الاول، اديكوا شفتوا انا وريكم ايد معلقة. فاي حاجة لازم تصبيها عليها الكفتة عشان تبقى مفتوحة كده من جوه، عشان ما تبقاش مكتومة، تبقى مهوية كده وحلوة. دلوقتي بقى جبت يعني العود اللي انا هصب عليه او السيخ، يعني ايا كان ايه هو الحاجة. انا طبعا مخصصة دي للكفتة، بصب عليها بتبقى تحفة جدا الصراحة. يعني انا لقيتها بالصدفة يعني خليتها يعني ايه الكفتة جات لي الفكرة فيها. ببلها بقى كده بمية البصل اللي احنا عملناها مع بعض، وببل ايديا كمان، وباخد بقى قطعة اللحمة وبروح جاية مصبعوها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهعمل معاكم واحدة تانية ان شاء الله الفكرة توصل لكم. يعني وكمان هتشوفوها لما تستوي، هتبقى بردك يعني من جوه عاملة كده زي فتحة كده لحد ما تستوي، مش هتقفل. ليه؟ لان هي العصاية دي سمكها تخين شوية، يعني عريضة كده، مش حاجة رفيعة، اول ما الكفتة هتكش شوية تروح جاية قافلة الفتحة اللي انا عاملاها، لا، هتشوفوها في الاخر. بصبعها كده، وعايزين تحطوها على سيخ وتشووها على فحم ولا على اي حاجة، عادي مفيش اي مشكلة، مش هتفكي منك ولا اي حاجة خالص. خلصت كل الكمية اللي معايا من اللحمة، بوريها لكم كده، ورصيتها بقى كده في الصينية، عملت معايا كمية كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها في الصينية، ادخلها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني في الفرن، وطبعا على حسب درجة حرارة فرنك انتي برضك. يعني دي صينية كفتة عادية جدا، تقدري بقى انتي تتحكمي فيها على حسب درجة حرارة فرنك. بدهن بقى وشها بالخليط بتاع مية البصل واللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين قبل ما تدخل الفرن. وهقول لكم على حاجه، دلوقتي بعد ما تدخلوها الفرن وتاخد اللون الحلو من فوق، تقدروا ان انتوا تقلبوها، وطول ما هي في فتره التسويه يا ريت تفتحوا عليها وتدهنوها بنفس الخليط اللي احنا عاملينه، تقلبوها وتفتحوا على الشوايه عشان كمان تتحمر من تحت. ما شاء الله طلعت بقت جميله اهي. هتقدموها بقى على طبق كده مرشوش بالبقدونس زي ما انا عملت، او هتقدموها بالبطاطس بتاعتها زي ما انتوا حابين. الصراحة طلعت جميلة جدا، هي سخنة جدا. انا كنت برصها لكم كده بوريها لكم، الصراحة كان طعمها جميل جدا وعجبتني، ويا رب كمان تعجبكم. هوريكم دلوقتي قد ايه هي طرية، وقد ايه هي متماسكة. انتوا شايفين هي ولا فكت ولا اي حاجة خالص، وزي يعني شكلها كأنها جاية من بره والله.
بس طبعا انا عشان الامانه مش دي اللي هي بتبقى معموله على الفحم طبعا، فانت وانتوا عايزين تحطوا لها فحميه مفيش اي مشكله. بس يعني انا هعمل لكم وصفه والله تحفه جدا، بس اشتركوا في القناه عشان وفعلوا زر الاشعارات عشان توصل لكم الاشعار بالوصفه اللي انا هنزلها دي ان شاء الله في اقرب وقت. بوريكم بقى دلوقتي هي قد ايه طريه ومتماسكه زي ما انتوا شايفين كده. رصيتها بقى الرصه الحلوه دي، وكمان الخضار بتاعها بقول لكم ان انتوا تقدروا تقدموه جنبها. هفتح لكم واحده بقى وهتشوفوا طراوتها من جوه عامله ازاي، طريه جدا من جوه ومن بره محمره. وهتشوفوا الفتحه اللي احنا عملناها اللي انا صبعتها وقلت لكم عليها هتفضل كده مش هتكش ولا هتقفل اهي، شايفين ايديا باينه من جوه. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم والفيديو يكون خفيف عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه، باي باي.